تفتكر الجراحة في المخ حاجة حديثة؟ طب ايه رأيك لما اقولك ان في جماجم عمرها آلاف السنين وعليها آثار عمليات فتح جمجمة، واللي يصدمك اكتر يا صديقي ان دي آثار مشرط. هات مخك وتعالى. علماء الآثار اكتشفوا جماجم من عصور ما قبل التاريخ، مش متكسرة، دي مفتوحة بأسلوب جراحي دقيق. بس السؤال هنا يا صديقي، ازاي قدروا يعملوا كل ده من غير أجهزة، من غير تخدير؟ لأن الكلام ده من آلاف السنين، أنا بقولك من قبل التاريخ. يعني المفروض مفيش تكنولوجيا. في جماجم اتلقت في بلغاريا، في جماجم في بيرو، وكلهم عليهم نفس الأثر. طب فكر فيها كده. ده ينقلنا لسؤال خطير جدا، هل في علم مفقود احنا ما نعرفش عنه أي حاجة؟ وليه في حاجات من دي كتير قوي بس الإعلام بيخبيها علينا؟ الجماجم دي يا صديقي هتودينا لسؤال مرعب، هل احنا بنتقدم ولا احنا بس بنرجع اللي ضاع مننا؟ ده هيفتح لنا باب حلقة كاملة. تابعني عشان توصل لك وتعرف الحقيقة. كان معك الفاتح، ده طرف الخيط والبكرة كلها هناك.